اهلا بيكم في الحلقه الثامنه من بودكاست انت تخنت كده ليه. الحلقه دي والحلقه اللي فاتت بنتكلم على انواع الجوع المختلفه او انواع الاكل المختلفه اللي بتؤدي الى ان انت كمان وزنك يزيد وتبقى بتاكل اكتر من طاقه جسمك او احتياج جسمك. الحلقه اللي فاتت شرحنا شويه انواع، يلا بينا في الحلقه دي نكمل باقي انواع الجوع اللي بتؤدي الى ان احنا ناكل ونتخن ونبقاش عارفين نجاوب سؤال انت تخنت كده ليه. طيب هو احنا بنتكلم في الكلام ده كله ليه؟ برضو دي نقطة مهمة جدا. انا لما دلوقتي افتكر ان انا عايش في بابل كده، عايش في بالونة بتاعتي محدش ليه علاقة بيا وانا ماليش علاقة بحد، فانا يوم ما قرر هخس وهي بإرادتي وهي مش عارف ايه، هبقى شخص ساذج او جاهل، يعني ايهما، يعني اختار لك حاجة فيهم. احنا هدفنا هنا في البودكاست الجميلة دي ان احنا نفهم حضرتك الابعاد الكبيرة للموضوع، نفهمك ان انت وجسمك في علاقة مهمة جدا جدا، علاقة هدفنا منها انها تبقى صحية جدا جدا. وصحية ده مش معناها ان انت سايقه وهو بيسمع كلامك وبس، لا، معناها ان انتوا الاتنين مش في صراع. فلما تفهم جسمك عايز ايه وتفهم احتياجات جسمك، تفهم مخك بيشتغل ازاي والطريقة اللي بيعوز بيها الاشياء او الطريقة اللي بيرياكت بيها مع الاشياء، وتبتدي تحسن العلاقة ما بين الاتنين دول ويخش معاها كمان التعديلات السلوكية، هتلاقي نفسك بتوصل لأهدافك بشكل صحي اكتر، بشكل مستدام اكتر، بشكل سستينبل اكتر. يعني لو انت النهاردة وصلت لهدفك، هيبقى الحفاظ على الهدف اللي انت وصلت له ده هو التشالنج الاساسي. لو وصلت له بشكل فيه ارهاق وفيه حرمان وفيه انك دوست على جسمك وكسرته يعني علشان يوصل معاك لهدف معين، هيزقك زي ما حكينا عن اليويو. هتفضل تضغط على السوستة دي، هتضرب في وشك. لكن لو وصلت له بفهم وبوعي وباحترام ليه والاحتياجاته والرغباته، وبقيت شايف الحاجات اللي بتحصل من حواليك بنظرة مختلفة، بوجهة نظر مختلفة، ده يساعدك انك لما توصل للهدف تكمل، ويبقى هدفك الاساسي انك تعيش حياة صحية داخليا وخارجيا. فانا في علاقة صحية مع جسمي، في علاقة صحية مع احتياجاته ومع رغباته ومع طريقته اللي تعود عليها لرسبوندينج للأشياء، ان هو يتفاعل بيها مع الأشياء من حواليه. وان انا لو عندي 15 20 30 50 سنة فتعودت على حاجات فما ينفعش اجي اغيرها في يوم وليلة، ده مختلف 100% عن الخطاب الخاص بالدايت كلتشر بتاع either you do it أو you are a failure. يا إما تنجح في إنك تلتزم باللي أنا عمليته عليك في الورقة دي، يا إما تبقى أنت اللي فاشل والعيب فيك ولازم تسمع كلامي، أو تعالى ندخلك في حلقات تانية أكبر بقى، أدوية، عمليات، أي حاجة، المهم توصل للهدف، مش مهم وصلت له إزاي. حلو قوي. احنا كده اتكلمنا عن 3 أنواع. اتكلمنا عن جوع الحواس sensory hunger، اتكلمنا عن جوع العاطفي emotional eating أو emotional hunger، واتكلمنا عن الأكل المجتمعي أو السوشيال eating اللي الناس بتجبرنا عليه في المجتمعات اللي احنا فيها. طيب تعالوا نشوف نوع كمان، نوع اسمه هرمونال هانجر. يعني ايه هرمونال هانجر؟ يعني لو انت في اوقات معينة بيبقى في الهرمونز بتاعتك اللي هي جزء من الحاجات اللي مخك بيفرزها للتعامل مع ظروف معينة، الهرمونز دي ممكن تعمل imbalance، ممكن تعمل disturbance يؤدي إلى اضطراب في عاداتك الغذائية
او انك تاكل اكتر بكتير او اقل بكتير من اللي انت متعود عليه. المثال الاشهر والاوضح لده هو السيدات وقت البيريد، وقت الدورة الشهرية. الهرمونز بتاعت السيدات بتبقى مختلفة في الوقت ده. لو الإنسان العادي أو الست العادية بيبقى هرمونز معينة بتفرز كميات معينة في وقت طول الشهر، مثلا الأسبوع أو 10 أيام أو 5 أيام بتوع البيريد بالأيام اللي قبلها بيحصل فيهم هرمونال ديستربنس، هرمونال امبالانس. طيب ده هيفرق في ايه؟ في الاكل. الهرمونز دي بتعمل تغييرات كتير، بتعمل تغيير في المود، فالحالة المزاجية بتاعتي بتختلف، بتعمل تغيير في احتياجات جسمي. فانا في ايام في البيريد هبقى عايز اكل اكتر بكتير قوي من اللي انا متعودة عليه، في ايام تانية مش هبقى طايقة الاكل، مش هبقى طايقة ابص عليه، مش طايقة ريحته. في اكل بحبه قوي هيبقى ريحته مستفزاني ومش طايقاه، مش عايزة حد حواليا ياكل. في اكل ما بطيقوش ممكن فجأة يجيلي نفسي فيه. دي حاجة بتحصل كل شهر، وكل شهر محتاجة اقبل واحترم ان جسمي في الوقت ده هيبقى عاداته الغذائية مختلفة. فلو انا ماشي على نظام غذائي، لو انا بتابع مع دكتور، لو انا بتابع مع كوتش في الجيم، ايا كان انا ماشية مع ايه او بعمل نظام عامل ازاي، مهم جدا احترم الفترة دي في النظام بتاعي، وان انا مفضلش احاول اكنترول اكتر وازق اكتر ان انا عايزة اعمل حاجة زي ما انا عايزة وافضل اجز على نفسي كده، لان ده هيزقني تجاه نوع تاني، والنوع الجاي من انواع الجوع او الاكل اللي هو الستريس ايتينج. هرمون الهنجر ده برضو بيبقى موجود جدا 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 في وقت الحمل، وبرضو سببه هو الهرمون الامبالانس. طيب ايه بقى الستريس ايتينج ده؟ واحيانا حتى واحنا بنشرح الموضوع ده، لو بنشرحه الراجل يعني بنقول له انك عشان تفهم الهرمون الهنجر ده هتفهمه اكتر بالستريس هنجر او بالستريس ايتينج. يعني ايه ستريس اصلا؟ يعني ضغط عصبي. يعني احنا النهاردة كلنا بنتعصب ليه؟ عشان في حاجات حصلت مش على مزاجنا، مش وفقا لإرادتنا، حاجات جوانا احنا تحصل مش عجبانا، وحاجات برانا. فبيقول لك في حاجة اسمها internal stressors و external stressors. يعني في حاجات جواك هي اللي بتسبب لك انك تتعصب، وحاجات براك هي اللي بتسبب لك ان انت تتعصب. طيب لما بتتعصب ايه اللي بيحصل؟ جسمك بيحس بحاجات، يبقى عندك ايموشنز. الايموشنز دي انت مش عارف تكونكت معاها، مش عارف تاخد اكشن بناء عليه. ممكن تبقى حاسس بالغضب، ممكن تبقى حاسس بالقلق، ممكن تبقى حاسس بالكره، ممكن تبقى حاسس بالثلاث دول مع بعض مضروبين في الخلاط. بس انت بتحاول تنجلكت او تسبرس الايموشنز دي. واجان انت مش بتحاول هنا بمعنى انك بتقعد تمسك الايموشن تقول له ازيك يا غضب عامل ايه، انا هتجاهلك دلوقتي لو سمحت ابعد عني. لا، دي حاجات بتحصل اوتوماتيكلي جوه مخك عشان ده اللي انت متعود عليه. فكل الايموشنز التي تم تجاهلها بتتحول الى ضغوط عصبية. فالتعريف البسيط قوي للستريس ان هو النجلكتد ايموشنز بتاعت حضرتك او حضرتك. فتعال نبص مثلا على يومك. انت صحيت الصبح، حصل حاجة، لقيت شكلك مش عاجبك في المراية، فده internal stressor بالنسبة لك. انت جسمك مضايقك وبتحمل تجاهه مشاعر سلبية، مش عايز تقعد معاها، مش عايز تتكلم فيها، مش عايز تعترف ان ده موجود اصلا، فتتجاهلها فتعمل لك ستريس.
تيجي بتلبس النور يقطع عليك، فدي حاجة خارجية هتعمل لك ستريس، تبقى غضبان قرفان مش عارف تعمل ايه، مشكلة عامة الناس كلها واقعة فيها، لسه ما وصلتش لمرحلة الاكسبتنس او مرحلة انك تقبل ان ده جزء من صعوبات الحياة وخلاص. فانت بتجز على اسنانك اكتر، بتغضب اكتر، بتكتم الغضب ده اكتر، فيتحول لستريس. نزلت رحت الشغل، حصلت لك شوية حركات وتكات والحاجات الجميلة بتاعت الشغل دي، كرهتك في عيشتك اكتر، خلتك غضبان اكتر، خلتك قرفان اكتر، مش هتعامل مع مشاعري، مش هقف عندها، هتجاهلها كلها، هتعمل ستريس. على اخر اليوم روحت لقيت النور قطع تاني عليك، هو مش هيسيبك يعني، ما بيقطعش وانت بره في الشغل، لا هو بيقطع وانت في البيت بس، فيعمل لك ستريس زياده. تيجي بقى تتكلم معايا وتقول لي السؤال الشهير اللي كل حد شغال في مجال تعديل السلوك وخصوصا الحاجات اللي علاقه بالاكل بيتسأل: هو انا ليه ببقى ماشي طول اليوم زي الفل واجي بالليل اكل قد كده؟ هو انت ما كنتش زي الفل، بس انت كنت فاكر ان انت زي الفل، واللي انت فاكره زي الفل ده كان بيسحب من طاقتك على اخر اليوم. زي الموبايل كده، كنت شحنه 100%، استخدمته على مدار اليوم، فجي بالليل بقى 0%. فانت كان معاك ارادة مثلا او طاقة استخدمها ان انا اتفز بيها مشاعري وما استعملهاش، ما اقعدش معاها، ما افهمهاش. الطاقة دي خلصت على مدار اليوم، فجت بالليل المشاعر دي طفحت. هعمل ايه في المشاعر الكتير دي؟ هروح اكل. بس لو انت ما مشيتش في السايكل يعني، هي بس اكلة كبيرة كده بتاعت بالليل، فده بيبقى ستريس اللي هو انا ضغوط العصبية اللي عليا بتزقني ان انا اكل. تلاقي نفسك وقت المذاكرة بتاكل، وقت ما انت شغال سهران على تسليم مشروع ولا عندك برزنتيشن بتقفلها بتاكل. كل الحاجات دي ستريس ايتنج، كل الحاجات دي من ضمن الحاجات اللي بتساهم انك تاكل اكتر من طاقتك او تاكل اكتر من احتياجات جسمك. طيب عندنا ايه كمان؟ عندنا نوع لطيف انا شخصيا بحبه قوي، ويعني شرحه يطول، بس هنشرحه بشكل مختصر النهاردة، وإن شاء الله الحلقة اللي جاية أو اللي بعدها لما نتكلم عن العادات هتفهموه أكتر وتفهموا إزاي ممكن نتعامل معاه أو نعدله أو نتخلص منه لو إحنا عايزين. وهو الأكل الاعتيادي أو الهابيتشوال ايتنج. بمعنى إيه؟ أنا متعود، دي حاجة حقيقية، أنا بحكي لكم دلوقتي تجربة شخصية قبل ما نخش في العلم يعني. أنا متعود إن أنا كل يوم بالليل بروح القهوة أقعد مع أصحابي. دي حاجة بعملها تقريبا من وأنا في كلية مثلا، اللي هو داخلة في 20 سنة دلوقتي. في حاجة بعملها بشكل يكاد يكون يومي لمدة 20 سنة. جزء من قعدة القهوة دي بيبقى إن إحنا بنطلب أكل مع بعض، فبالتالي الأكل اللي على القهوة ده بقى جزء من العادات اللي مخي متعود عليه، بيعملها كده من غير أي مجهود، زيه زي السواقة، زيه زي المشي، كلها عادات اتعودت ومخك اتبرمج عليها فبيكررها بسهولة جدا. لو أنا جيت في وقت عايز أظبط أكلي، عايز ما أكلش أكتر من احتياجاتي، عايز ما أكلش من بره، بحس إن أنا مش مبسوط في القعدة، بحس بالديسكمفورت. الديسكمفورت ده مش سببه إن القعدة مش حلوة، مش سببه إن أنا ماشي على دايت، سببه إن أنا بغير العادة اللي أنا متعود عليها. ممكن يخش معاها إن صحابي يزنوا
ان انت كل معانا، فيبقى سوشيال هانجر او سوشيال ايتنج دخل مع الهابيتوال ايتنج. فدي حاجات هتستنفذ طاقتي اكتر، تخلي احتمالية حدوث السلوك اعلى. ممكن يخش معاها ان انا حارم نفسي من انواع الاكل اللي هما بيجيبوها دي، فيخش معاها ان انا في ريزيستنس داخلية، انا مش عايز اتحرم من حاجة. ممكن يخش معاها ان انا مجوع نفسي طول اليوم اصلا، فانا اوريدي محتاج اكل، فيبقوا كذا نوع جوع بيأثروا في السلوك ده بالذات. ايه كمان من اشهر امثلة الهابيتوال ايتنج او الاكل الاعتيادي؟ هو الحاجة الحلوة مع القهوة. انت متعود تشرب قهوة، خلقت في وقت من الاوقات، في مرحلة من المراحل، ارتباط شرطي لمخك ما بين القهوة وما بين ان معاها حاجة حلوة، او الحاجة الحلوة مع كوباية الشاي، او كوباية الشاي مع الحاجة الحلوة. تلاقي ناس كلت وحلت اول ما الحاجة الحلوة تنزل، لا لازم شاي بقى مع الحاجة الحلوة. ناس كل يوم الصبح بتروح تشرب قهوة او تطلب قهوة في المكتب، ولازم يبقى معاها في شنطتها حاجة حلوة تاكلها مع القهوة. ده اكل اعتيادي، ده هابيتوال هانجر. انا هنا ما فكرتش اقف واسأل نفسي جعان ولا لا، محتاج الاكل ده ولا لا، حاسس بفقدان للطاقة ومحتاج دخول سعرات حرارية ليك دلوقتي ولا لا. ما سألش معدتي انت فاضية ولا مليان، عايزة اكل دلوقتي ولا مش عايزة. كل العملية دي ملهاش مكان، عشان العادة بتقول ان طالما في حاجة اللي هو المحفز او التريجر هيحصل، ان انا هشرب قهوة او هشرب شاي، فلازم البيهيفير يحصل ان انا اكل معاه حاجة حلوة علشان يكتمل مثلث العادة ويحصل الريورد. ودي الطريقة اللي بتتكون بيها كل العادات في كل الكائنات الحية، ان في تريجر بيهيفير ريورد. عارفين الكلاب لما بيجوا يمرنوها على حاجة ويجوا يقولوا له لو عملت السلوك ده هنديك تريت، هنديك ريورد، هنديك حاجة حلوة، بس قبل ما يخليه يعمل السلوك لازم يقول له حاجة، يديله أمر. فيبقى عنده تريجر إن أنا خدت أمر، وعنده سلوك مطلوب منه يعمله، وعنده ريورد هو عايز ياخده. فده بيخلق جوه مخه إن دي بقت عادة. لو بعد كده شلت الريورد واديته الأمر هيعمل السلوك، ومخه هو اللي هيفرز نفس الهرمونات السعيدة اللي كان بياخدها لما بياخد الريورد دي. مخك انت كإنسان بيعمل نفس الأكشن ده بالظبط. في الأول بتعوده على حاجة، الحاجة الحلوة دي كانت زمان بتعدل لك مودك، بتبسطك، بتخليك في حالة سعادة معينة مع القهوة أو مع الشاي. مع الوقت ما بقتش بتحس بالحالة دي، بس بقت عادة، والمثلث بيفضل يتكرر. ولو حاولت تبطلها هيبقى في ريزيستنس، هتبقى صعبة انك تبطلها، لان تبطيل العادات مصحوب دايما بديسكمفورت، مصحوب بريزيستنس، يعني مصحوب بصعوبات شديدة ومقاومة من جواك. وده النوع الخامس والسادس، خلونا نراجع مع بعض انا عشان كده بعلم، من انواع الجوع المختلفة. احنا اتكلمنا عن جوع الحواس او السنسوري هانجر، اتكلمنا عن الايموشنال هانجر او الجوع العاطفي واللي بيؤدي الايموشنال ايتنج، اتكلمنا عن السوشيال ايتنج او الجوع الاجتماعي والاكل الاجتماعي، اتكلمنا عن الاكل الهرموني اللي هو بيحصل بسبب لخبطة في الهرمونات، واتكلمنا عن الستريس ايتنج، واتكلمنا عن الهابيتوال ايتنج. ده كده 6 انواع. فاضلنا نوع هو الاهم على الاطلاق، وهو اساسا اللي احنا نقدر او عايزين نبقى بنقدر نعيش بيه بس حياتنا كلها،
as much as possible يعني. اللي هو الفيزيكال هانجر، الجوع البدني. هو مين المفروض يجاوب على سؤال انا جعان ولا لا؟ فكر كده معايا، مين المفروض يجاوب على سؤال هل انا جعان ولا شبعان؟ هل هو مخي؟ هل هو دكتور الدايت؟ هل هي امي؟ ولا حد تالت، حد رابع؟ يبقى نعمل لكم مسابقه كده ان شاء الله، واللي يجاوب صح يبقى نكسبه 100 جنيه ولا حاجه، اول بس ما البودكاست يمشي شويه ان شاء الله. المفروض يجاوب على سؤال انا جعان ولا لا هو معدة حضرتك او معدة حضرتك. هي اللي ربنا سبحانه وتعالى خالق فيها المستشعرات او الحاجات السنسورز اللي تقول لو انا فاضية دلوقتي والدايجستيف سيستم من بعدية فاضي وخلصنا عملية الهضم ومحتاجين طاقة، هنبعت إشارات للمخ خليه يفرز هرمونات معينة تقول له أنا كده جعان، لو سمحت أكلني، أنا محتاجة غذاء يخش جوه المعدة. وفي نفس الوقت هي العضو المسؤول أو الأورجن responsible for إنك لما تتملي المعدة دي بكمية معينة تقول خلاص كده أنا تمام، هيتضغط على جدرانها بسبب الأكل اللي دخلها ده، فما يتضغط على الجدران يطلع هرمون تاني يقول للمخ خلاص يا مخ وقف السلوك اللي بيحصل، وقف أكل لو سمحت. أنا كنت عامل فيديو عن حاجة اسمها الهنجر سكيل بيشرح ازاي اقدر افهم الاشارات اللي بتجيلي من جسمي دي، ممكن تشوفوه، انا احط اللينك في الكومنتس وفي الديسكريبشن وتقدروا تفهموا منه اكتر الجزئية الخاصة بيه الفيزيكال هنجر وازاي اقدر اتواصل اكتر مع معدتي. انت اكيد 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 عديت بوقت من الاوقات ان انت زي ما بيتقال كده بالبلدي معدتك بتقرصك من الجوع، اقلها وانت صايم، او يوم ما كانش فيه اكل خالص، او يوم اتسحلت ونسيت ولقيت نفسك على اخر اليوم انا ما اكلتش حاجه من الصبح ولا من امبارح بالليل، فانت جعان جدا جدا. وبرضو لو انت حد عنده معاناة مع عادات أكل مش صحية، عنده معاناة مع الوزن الزايد، عنده معاناة مع طرق الأكل أو أسلوب الأكل اللي مش صحي، فغالبا هتلاقي نفسك عديت بالتجربة الإكستريم بتاع الناحية التانية، إن أنت معدتك بتبوس إيدك تبطل أكل وأنت لسه عمال تاكل أكتر وتدفس فيها أكل أكتر وتبلع ببيبسي ولا بمياه غازية علشان تعرف توسع كده مساحة تقوم مدخل فيها أكل أكتر. ودول الاتنين اكستريمز بتوع الهنجر سكيل، أو أكتر اتنين اكستريمز مش عايزين نوصل لهم خالص. زي ما الحديث الشريف بيقول خير الأمور الوسط، الهنجر سكيل هتلاقيه بيطبق ده برضه، بيقول لك انك محتاج تبقى بتعيش في المرحلة اللي في النص، انك ولا بتستنى على نفسك تبقى جعان قوي 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 لان ده هيزقك للأوفر ايتنج، ولا تقعد تاكل لحد ما تبقى شبعان قوي 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 لو هتقوم ترجع، لان ده بيهلك وبيستنفذ طاقة الجهاز الهضمي بتاعك. اتفرجوا على الفيديو بتاع الهنجر سكيل ده، هيشرح لكم ويفهمكم اكتر ازاي تكونكت احسن مع معدتك ومع جسمك، وازاي تعيش بالفيزيكال هنجر ده، ان هو اللي يبقى بجد بيديكتيت انت هتاكل ولا مش هتاكل. ده الوحيد من ضمن ال7 انواع الجوع اللي احنا قلناهم دول اللي ليه حق ان هو يخليك تاكل بجد. الباقي كلهم
سواء حاجات داخلية هي محتاجة حاجة تانية، مشاعر محتاجة تعامل مختلف غير الأكل. الحاجات الخارجية زي السوشيال ايتينج مثلا محتاج انك تبقى بتحط باوندرز محترمة تساعدك انك تحافظ على علاقتك بالناس وفي نفس الوقت تحافظ على علاقتك بجسمك. طيب النوع الأخير، ويمكن هو مش نوع قوي على قد ما هو طريقة للأكل، بتحصل في أغلب الحالات اللي انت بتروح فيها لحد يساعدك تظبط أكلك، وبالذات لو حد من يعني متبعين الدايت كلتشر، وهو بيسموه المنتال ايتينج او الاكل بامر السلطة. يعني ايه؟ اصلا الدكتور كاتب لي اكل نص فرخة وسلطة طبق كبير، بس انا شبعت لما اكلت نص الفرخة ومعلقتين السلطة. باقي طبق السلطة ده في الوقت ده في اللحظة دي هيبقى اوفر ايت. لو قعدت اكله بسبب ان في authority figure، بسبب ان في سلطة اعلى هي اللي اجبرتني على ده، السلطة الاعلى دي ممكن تبقى مخي، ان انا مديله سلطة اعلى من معدتي، فمعدتي قالت انا شبعت، ومخي قال لها اسكتي، انا اللي صوتي اعلى، انا اللي سلطتي اعلى، فانت هتسمعي كلامي انا وتفضلي تاكلي وتتملي اكتر من طاقتك. مشكلة ده ايه؟ مشكلة ده انه بيعزز سلوك الاوفر ايتنج. يعني انا اصلا لو وزني زايد فانا في الاغلب بعاني من الاوفر ايتنج، في الاغلب، مش كل الحالات بس في الاغلب. والاوفر ايتنج اسبابه كتير، نفس اللي احنا انواع المختلفة اللي ذكرناها من الحاجات اللي بتخليك تاكل اكتر من معدتك او تاكل اكتر من طاقة جسمك. لما انا الدكتور الدايت او دكتور التغذية او الشخص اللي المفروض يبقى بيساعدني على تعديل السلوك الوحش اللي وصلني لزيادة الوزن ده، يبقى هو السبب انه بيجبرني استمر في السلوك ده، سلوك الاوفر ايتنج، حتى لو غير محتواه. احنا متفقين بقى ان التغيير اللي جاي بالحرمان ده والتغيير اللي جاي بالزق على جسمي ده هيرجع يضرب في وشي في يوم من الايام. فلو انا ما عدلتش السلوك اللي هو اصل المشكلة اللي هو الاوفر ايتنج وحافظت عليه بس غيرت الحاجة اللي باكلها، مجرد ما يبتدي يحصل زقة اليويو يعني والجسم يبتدي ينتفض، هيخليني اكل كتير جدا من الحاجات اللي كنت حارمه منها. طب انا لو عدلت السلوك وقللت الاوفر ايتنج او منعته خالص لو قدرت، وبقيت بحترم جسمي وبحترم معدتي وتحركت في السلوكيات بتاعتي بسبكترم اكثر صحة، يوم ما جسمي يجي يزق عليا او يخليني اعمل حاجة من البيهيفيرز القديمة، من العادات القديمة بتاعتي، هلاقي نفسي كلت سلايسين بيتزا، مش بيتزا لارج كبيرة ومعاها سايد ديش وانا اصلا كنت متغدي، لان ده سلوكيات مرتبطة بالاوفر ايت. احنا كده عدينا على 7 أو 8 أنواع المختلفة من أنواع الأكل أو أنواع الجوع اللي بتساهم في إن احنا ناكل أكتر من احتياجات جسمنا. زي ما قلت لكم اتفرجوا على الفيديو بتاع الهانجر سكيل، هيفهمكم أكتر إيه هي الوسيلة دي اللي ممكن تخليك تعيش حياتك كلها من غير أي دايت، من غير أي متابعة مع حد، وتحقق أهدافك وتبقى بتاكل وبتحترم معدتك وبتاكل على قدك بالظبط. ده يساعدك تخس وانت مبسوط وده أحد أهدافك، وفي نفس الوقت انت هنا النهاردة تعلمنا مع بعض حاجات أكتر بتساهم في إجابة سؤال انت تخنت كده ليه. اشوفكم الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من بودكاست انت تخنت كده ليه.